تشير التقديرات إلى أن الصين تخطط لإطلاق 3 مشاريع مختلفة للأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت، مما يعكس تزايد الاستثمارات في هذا المجال منذ عام 2021. هناك فجوات واضحة في خدمات ستارلينك، مما يوفر للصين فرصة فريدة لتلبية احتياجات الدول التي تفضل عدم الاعتماد على خدمات ستارلينك المستقلة. تسعى الصين إلى تعزيز مكانتها كقوة علمية وتكنولوجية من خلال استكشاف الفضاء، حيث وضعت خططاً لقيام رواد الفضاء بالهبوط على القمر بحلول عام 2030. تعتبر شركة جووانغ مثالاً متميزاً على المشاريع المدعومة من الحكومة الصينية، حيث تملكها الدولة بالكامل وتعمل تحت إشراف مجلس الدولة. في عام 2023 احتلت الصين المرتبة الثانية في استثمارات الحكومة في قطاع الفضاء، حيث استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في الأنشطة الفضائية. رغم هذا التمويل الكبير، تواجه الصين تحديات ملحوظة في إطلاق الأقمار الصناعية، مما يستدعي تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لضمان نجاح هذه المشاريع. تعتبر زيادة القدرة على الإطلاق أمراً حيوياً للصين، حيث تواجه ضغوطاً زمنية ملحة لإطلاق أقمارها الصناعية وفق الجدول الزمني المحدد. تسعى الصين لمنافسة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل ستارلينك، التي تمكنت من تقديم وصول غير مقيد للمعلومات. تحتاج الصين إلى بديل لمواجهة التهديد الذي تمثله خدمات الإنترنت التي تقدم محتوى غير خاضع للرقابة لمواطنيها، مما يبرز أهمية المشاريع الحالية. إن تأثير الإنترنت الفضائي على الدول النامية قد يفتح مجالات جديدة للتعاون مع الصين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت الحديثة. يمكن للصين أن تستفيد من وجودها في البلدان التي تحتاج إلى تحديث بنيتها التحتية، حيث يمكنها توفير التكنولوجيا اللازمة وتعزيز الاعتماد على هذه التكنولوجيا. تزداد تعقيدات المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال الفضاء، حيث تمنع القوانين الأمريكية التعاون الثنائي مع الصين في مجالات مثل محطة الفضاء الدولية. تساهم الأنظمة الفضائية بشكل كبير في تحسين التواصل عالي السرعة، مما يعود بالنفع على مجالات مثل التداول عالي التردد والمركبات الذاتية القيادة، وبالتالي تعزز من القدرة التنافسية للصين. مع ذلك، يواجه مشغلو الأقمار الصناعية تحديات متزايدة مثل ازدحام الفضاء ووجود الحطام الفضائي، مما يمكن أن يؤثر سلباً على العمليات المستقبلية. تشير سيناريوهات مثل متلازمة كيسلر إلى المخاطر المتعلقة بالاصطدام في الفضاء، مما يؤدي إلى زيادة الحطام ويجعل بعض المدارات غير قابلة للاستخدام. تتسبب المنافسة المتزايدة في الفضاء في قلق من تزايد عدد الأقمار الصناعية، مما يزيد من خطر التصادمات، لذا هناك حاجة ملحة لوضع قواعد تحكم هذه الفضاءات. تتعلق المخاوف أيضاً بكيفية تأثير التخلص من الأقمار الصناعية المنخفضة على البيئة، حيث إن بعض الأقمار الصناعية مصممة للاحتراق عند دخولها الغلاف الجوي. هناك قلق متزايد من تأثير الأقمار الصناعية على رصد الفضاء، خاصة مع توقع إطلاق آلاف الأقمار بحلول عام 2030، مما يتطلب من الولايات المتحدة الاستعداد لمنافسة الصين.